متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج مسميات. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مسميات والتي نسجلها خارج استوديو الإذاعة بالنادي الثقافي عيسى مسعودي، ونسجلها بجامعة الجزائر 2. أسعد باستضافة الباحثة نادية خاوة، أستاذة الأدب الحديث والمعاصر بجامعة سقراس. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذة نادية. حديث دائما ما يثير جدلا حول قضايا المرأة التي تشكل يعني دائما مبحثا إشكاليا في الكتابة الإبداعية كما في النضالات النسوية في الواقع. لماذا المرأة دائما تحدث هذا الضجيج إن صح التعبير أستاذة نادية؟ طيب، شكرا على هذا السؤال. في الحقيقة أنا لا أسمي ما تطالب به المرأة اليوم من استحقاقات ومن مكتسبات، أنا لا أسميه في ظل نوع من المقاومة أو نوع من الحرب كما تتقدم الكثير من الدراسات حول الخطاب النسوي، وإنما أنا أنعته بنوع من تذويت القضية النسوية. لماذا التذويت؟ لأن عندما تتوفر الذات الباحثة التي هي امرأة وموضوع البحث هو المسألة النسوية، أعتقد أن الابتعاد بين الذات والموضوع هنا ينحصر إلى درجة التطابق، فتصبح الذات متماهية مع موضوعها. ولذلك أعتقد أن والمباحث النسوية بشكل عام هو مبحث تختص به النساء أكثر من كل الأطراف الأخرى التي أصبحنا في الآونة الأخيرة نراها تتحدث في قضايا المرأة وتتحدث في خطاب المرأة كنوع من الشرعية في الخطاب أو كنوع من استحقاق هذا الخطاب. ثم سؤالك أخي العزيز أن النساء يحدثن هذه الجلبة أو هذه الفوضى، أعتقد أن هذا أيضا يعود إلى نوع أو وجود نوع من عوامل التخريب والإقصاء في الساحة الثقافية والساحة خاصة الاجتماعية التي تعيشها المرأة اليوم. لماذا؟ لأنه دائما ونحن نتحدث عن قضايا المرأة نحاول أن نعزل المرأة كذات عن المرأة كموضوع. فالمرأة الباحثة في قضايا المرأة إن صح التعبير التي تتبنى هذا الخطاب النسوي هي في نهاية الأمر امرأة تعيش في المجتمع، تعيش كل عوامل الاضطهاد وعوامل القهر وعوامل العنف وعوامل الإقصاء وعوامل التهريب أو الاستيلاب الثقافي. لذلك من الصعب جدا أن نقول أو أن نأتي للنساء ونقول لماذا أنتن تحدثن هذه الجلبة وهذه الفوضى في خطابكن النسوي، وهن منطلقات أصلا من قناعة أنهن يدافعن عن استحقاقات كان المشرع الإسلامي في ظني وفي نظري أنه أو أعطاها لهن شرعيا، وإنما هي سلبت منهن نتيجة منظمات ونتيجة أنظمة ربما صيغت بحسب فهوم زائفة أو ملتبسة للنص أو للخطاب الديني، حتى لا أقول النص الديني. بالنسبة لي موضوع الخطاب الديني الذي يطرح يعني الكثير من الإشكالات والقضايا خاصة عندما يتعلق بفتاوى المتعلقة بالمرأة، يعني كيف تتعامل الأستاذة نادية كباحثة مع هذا الحقل الشائك والمليء بالألغام؟ يعني شكرا على هذا السؤال أيضا وهو في الصميم. طبعا دائما عندما أحاول أن أفتح أي كتاب في النسوية اليوم أجدني أتقصى ملامح هذا الانشغال، وأقول لماذا نسوياتنا اليوم يعني على ما حققناه من ربما شهرة ومن ذيوع ومن ربما تراكمية في الإنتاج، إلا أنهن أحيانا يشتغلن من على سطح الخطاب النسوي، لا يغصن إلى المسألة الجوهرية في هذا الخطاب، واللي أعتقد أنها بقيت مغيبة نتيجة ما كنا ربما نحكي فيه خارج الحلقة وهو الرقابة السياسية. فالمرأة أحيانا تكون محكومة بالنظام السياسي الذي
يمنعها ربما من أن تعود إلى المطالبة بإعادة خلخلة مسلمات ومقولات ثابتة في الفكر الديني هي التي قادتنا إلى ما تعانيه اليوم المرأة من ربما ما قلته في البداية من حروب، من جلجلة، من مداهنة، من ربما أحيانا المرأة أصبحت تلجأ إلى استعمال العنف ضد خطاب العنف الذكوري الممارس عليها. كل هذا نتيجة ماذا؟ أنا في نظري أعتقد أنه نتيجة التكميم، نتيجة سياسة التلجيم التي تعتمد وبشكل قصدي لكي تصادر حقوق النساء في فهم النص الديني. هناك كتاب جميل جدا لمجموعة من الباحثات الأمريكيات عنوانه دعونا نفكر، دعونا نتكلم، من داخل الخطاب الديني وليس من خارج الخطاب الديني. أحيانا وأنا أتساءل أقول لماذا المرأة المثقفة اليوم والتي حازت على قدر من العلم ومن الفهم ومن التحليل ومن المناقشة، لماذا لا تكون لها القدرة على المبادرة في فهم ومناقشة الطروحات الدينية؟ لماذا هذا الحقل بقي حكرا على الرجال منذ سالف العصور وإلى يومنا هذا؟ لماذا؟ لأنه دائما النظرة إلى المرأة أن المرأة يعني مقولة سائدة أصبحت ربما وهي دخيلة علينا من الفكر الغربي، المرأة والدين طليقان، المرأة والدين طليقان، بمعنى لا تلتقي المرأة والدين. لماذا؟ أنا ما هو ولعل يعني هناك نص آخر يعني مرتبط بالثقافة الدينية اللي هو النساء ناقصات عقل. نعم، وهذا ما سأخوض فيه. يعني أنا قلت فقط سيطرة بعض الفهوم القروسطية الكلاسيكية للدين، وكنقول للدين أنا لا أقصد النص القرآني، أريد أن أنوه بهذه العبارة، أقصد الخطاب بمعنى فهم النص الديني بطرائق تأويلية، علما أن التأويل في كل عصر ينفتح على السياقات الثقافية والإيديولوجية والسياسية والاقتصادية، وكل تأويل ينهل من ذلك السياق. احنا اليوم بعد 14 قرنا من مجيء الإسلام لازلنا نعمل بفقهيات تم تأسيسها وبناؤها وفق سياقات سوسيو ثقافية وسياسية وإيديولوجية واقتصادية شيدت في العصر العباسي. هل السياق الثقافي الذي كان سائدا في الحياة العباسية يتماشى مع ما نعيشه اليوم؟ أعتقد أنها مفارقة. نعطيك مثال أخي، مثلا في قانون الأسرة، وأنا كنت أتحدث منذ حين مع مجموعة من الصديقات حول موضوع الأسرة ومنادات بعض نسويات الفكر الغربي إلى ضرورة تفكيك الأسرة لأنها سأعود إليك. لأني معذرة على مقاطعتك أستاذة نادية، فاصل ونواصل هذا اللقاء الشيق مع الأستاذة نادية خاوة. متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، أجدد ترحيبي بكم في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذة نادية خاوة. أجدد ترحيبي بك شكرا. نادية. شكرا. تحدثي يعني فيما يتعلق باختلاف الخصوصيات أو الأعراف التي يحاول يعني فرضها وتبيئها في مجتمعات غير المجتمعات وفي عصور غير العصور. نعم. وكيف يمكن التعامل مع هذه الظاهرة أستاذة نادية؟ ظاهرة الفهم المختلف بين المختلف للخطاب الديني ومحاولة تبييع خطابات خادمة في زمن نعم. الماضي وما يسميها أدونيس العودة إلى الماضوية، العودة إلى الماضوية أو التراثوية أو شيء من هذا القبيل. أعتقد صديقي العزيز أن هذه المسألة غير بريئة. لماذا غير بريئة؟ لأنها خادمة لثقافات أو لخطابات تحيزية إيديولوجية. كي نقول إيديولوجية يعني بين ظفرين، ذكورية من جهة وسياسية من جهة أخرى. أضيف إليهما نقطة ثالثة وهي خدمة مخططات الإيديولوجيا الإمبريالية الأورو أمريكية السائدة اليوم. لماذا؟ لأني عندما أطالب بالفهم الصحيح للدين وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة في الإسلام، أنا لا أدافع فقط عن المرأة، بل أنا أدافع عن الفهم الصحيح الذي يجب أن يسود في نظرتنا للمرأة كشريكة فعالة للرجل الذي أو اللذين هما أساس الأسرة.
فنحن عندما نتحدث لماذا الأسرة مثلا العربية تعيش هذا الشتات، تعيش هذا المأزق، تعيش هذا الالتباس في الأدوار. أحيانا الرجل يقول أنني فقدت أدواري الجندرية في العائلة، المرأة أيضا تقول لقد فقدت أدواري في الأسرة، أصبحت المرأة تقوم بأدوار الرجل والعكس صحيح. هذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة أننا ربما ضيعنا المكتسبات التي كان من المفروض أن نحافظ عليها، وهي القائمة على الخطاب الماضوي. وأقصد بالخطاب الماضوي مش الخطاب التاريخي الذي كان وانقضى، وإنما خطاب الممارسات والوقائع الحية عندما كان النبي حيا، عندما كان النبي ينزل إلى الميدان، يتعامل مع النساء، يستمع إلى معاناتهن، يستمع إلى صرخاتهن، يأخذ من أفواههن، ثم يعود إلى الفقهاء ويعود إلى الخلفاء ويبت في بعض المسائل. اسمع معي أخي قصة أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، من أكثر نسائه تحررا وديمقراطية في عصره، في الوقت الذي ظهرت فيه الديمقراطية في العصر الحديث في عالمنا العربي الإسلامي. أم سلمة كانت ديمقراطية في تلك المرحلة، يعني في ذلك نحن ننظر إلى ذلك الزمن على أنه متخلف تاريخيا، في حين أني وجدت الديمقراطية والحرية والتعبير في ذلك العصر ولم أجده هنا. تقف أم سلمة للخليفة عمر بن الخطاب وهو في إحدى خطب يوم الجمعة عندما سأله أحدهم عن الرجل إذا طلق زوجته وأمد زوجته الأولى بمهر، هل بإمكانه أن يسترد مهره إذا طلقها؟ فقال لها عمر نعم يحق له. تخيل أن هذه الآية عادت المرأة إلى مراجعة النبي بشأن هذا وقالت له كيف ألا يعتبر هذا ظلما؟ فنزلت الآية بشأن هذه الحادثة إلى رسول الله: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني هذا قمة الإنصاف. لماذا أقول العودة إلى ذلك الخطاب أو إلى ما كان يعيشه الرسول في مجتمعه البدائي البسيط؟ كان قمة الإنصاف لحقوق المرأة. لكن متى تكونت هذه الإيديولوجيات الدينية والذكورية والإمبريالية؟ تكونت مؤخرا في أولا الإسلام السياسي بدأ مع العصر العباسي ومع ظهور مجموعة تنظيمات ومجموعة يعني الصراع بين الأمويين والعلويين، وصولا إلى عصرنا الحديث لما خرجت رؤوس المركزية الغربية الأمريكية الإمبريالية الأورو أمريكية، فبدأ هذا إن صح التعبير الهرم الثلاثي، يعني الذكورية من جهة، الإيديولوجية السياسية من جهة، والإمبريالية الأمريكية من جهة. كل هذه التعقبات هي التي تفتك من المرأة حقوقها، وهي التي تحاصر المرأة، وهي التي في رأيي أعتقد أنها دفعت الكثير من النسويات باللجوء إلى خطاب العنف، في حين أنه أعتقد أن خطاب المرأة ليس خطاب عنيف. المرأة تطالب بحقوق شرعية، بمكتسبات وهبها لها الله. يعني هي لا تريد أن تفتك من الرجل أدوار. الرجل له أدواره وله مهامه التي خلقه الله من أجلها، وهو موكول لتلك الأدوار. لا أعتقد أن المرأة بإمكانها أن تحل محل الرجل، هي فقط تريد عندما يكون للرجل الحق في الخطاب الديني وفي فهم الخطاب الديني، لماذا لا يكون لها الحق هي أيضا بعدما حققته النساء اليوم من معرفة؟ يعني من منع المرأة من أن يكون لها الحق السلطة الذكورية السياسية. وأنت قلت منذ حين صديقي العزيز دائما نرجع إلى هذه المرجعية ونستحضر هذه الذاكرة الملتبسة والتي تحتاج إلى غربلة. النساء ناقصة عقل ودين. كيف المرأة ناقصة في عقلها وفي دينها تأتينا فتفتي ربما في الإعلام أو في المدارس أو في القضاء أو في المحاكم أو واليوم المرأة في كثير من الأدوار؟ لماذا؟ لأنه الخطاب السياسي يا أخي كي يبرر فاعليته عليه أن يلجأ إلى مقولات الخطاب الديني التي تبدو أكثر موثوقية وأكثر رسوخا. فالسياسي عندما يتغطى بغطاء الدين لا نعارض الخطاب السياسي لأنه يبدو خطابا شرعيا. نعم. بالنسبة لي الحديث يعني على دائما يعني في سياق الحديث عن مسألة النسوية وقضايا المرأة، يعني الحديث عن مسألة الجندر الذي يعني خرج من النسوية إلى ربما إلى أقصى أخذ له اليمين في التطرف، يعني محاولة، وأنت تحدثت على مسألة سقوط المركزيات، محاولة إسقاط مركزية الذكورة مقابل
مقابل خلق مركزية جديدة للأنوثة. أليس في الأمر شيء من التطرف الذي يفسد لعبة أو يفسد الموازنة بين قطبي الحياة طيب وقطبي الإنسانية؟ نعم، سؤال جميل جدا والله، يكمل هو ما كنت أقوله بالضبط. أنا انطلقت من فكرة أن عدم الفهم الصحيح للخطاب الديني هو الذي أدى بنا إلى هذا. فكرة هذا التطرف في فهمنا لأدوار الجندر التي كان من المفروض أن تكون أدوار المرأة ها هي مسطرة، موضوعة، مفهومة، يعني لا تختلف فيها المرأة البيضاء عن المرأة الزنجية، عن المرأة السوداء، عن المرأة، كل النساء ها هي أدوارهم، كذلك الرجال. لكن ما أدى بنا إلى هذا هو عدم الفهم الصحيح للدين، هو عدم الفهم الصحيح للدين. دائما نعود إلى مقولة وعدم فهم الإنسان لذاته. عندما أقول عدم الفهم الصحيح للدين، أنا يعني صديقي سأتطرق إلى فهم الخطاب الديني من قبل المؤسسة الفقهية الذكورية، لأنه أنا نقول الفهم غير الصحيح للدين. أعتقد أن هناك تواطؤ حدث منذ العصر ربما الأموي العباسي كمخطط لإقصاء النساء من الساحة العامة وإرجاعهن إلى أدوارهن بالبيت حتى تنمط الأدوار، فتصبح المرأة أدوارها فقط في الأسرة في البيت داخل جدران الزوجية، في حين أن الرجل تفتح له مجالات الحياة فيتعدد في أدواره. لكن أعود وأقول، سمحني فقط أخي في هذه النقطة المهمة جدا، فكرة مثلا أنا كنت سأقدمها يعني كمشروع كتاب مستقبلا، وهو فهمنا الخاطئ لمنظومة الأسرة في الإسلام. فهمنا الخاطئ لمنظومة الأسرة في الإسلام. هذا ما سنحاول أن نستمر في نقاشه بعد هذا الفاصل. فاصل ونعود إليكم متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية. متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية أينما كنتم، أجدد ترحيبي بكم وترحيبي بالأستاذة نادية خاوة وعلى هذا النقاش الشيق حول الخطاب الديني وحول مفهوم الأسرة بالنسبة للكتاب الذي تسعين ربما إن شاء الله لكتابته إن شاء الله عن قريب، ربما نشره. عن ماذا يتحدث عن الكتاب وكيف يتناول هذه الظاهرة أستاذة نادية؟ الكتاب صراحة فكرته الجوهرية والأساسية هي منظومة الأسرة، وأنا سميتها منظومة. لماذا؟ لأنها تتحكم فيها تأقطبات كبيرة. ربما الطرح العابر أو الطرح السطحي لهذه المسألة ينظر إلى أن الأسرة، ما هي الأسرة؟ الأسرة هي ربما دور يؤديه زوج ودور تؤديه زوجة، وهناك أولاد وهناك حقوق وواجبات، وها هي الأسرة يعني كمنظومة. في حين أنه الذي يخفى علينا أو الذي يخفى علينا في تبعيرنا لجوهر هذه القضية الشيء الكثير، وهي أن الأسرة تتجاذبها تأقطبات سياسية، تأقطبات إيديولوجية ذكورية، تأقطبات إمبريالية غربية مسيحية يهودية، وهذا ما يجب أن ننوه به الآن. لماذا؟ لأنه ربما لما نقرأ في بعض المداخلات أو في بعض الدراسات يقولوا أن تفكيك الأسرة المسلمة اليوم جاءنا نتيجة تأثرنا بنظم الأسر الغربية التي لها نمط آخر يختلف تماما عن أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا في بناء أسرنا. أنا أعتقد أن هذا الطرح سطحي جدا. لماذا سطحي جدا؟ لأنه لو عدت أنا إلى بعض القوانين التي تقوم وفقها منظومة الأسرة، ودعني أقف تحديدا مع مثلا مدونة الأحوال الشخصية، قانون الأسرة والمرأة، هذا من أهم القوانين التي أطالب شخصيا بضرورة مراجعتها في القريب العاجل لتتماشى ومع الاستحقاقات والمكتسبات التي حققتها المرأة في حياتها اليوم. لماذا؟ مثلا الكثير اليوم يتذرع، يعني ما الذي تتحفظين عليه في قانون الأسرة، مع أنه هناك من يطالب
بإعادة تعديله في الشق الآخر ربما بما لا يخدم رؤيتك فعلا لا فعلا أخي، فقط أنا الشق الذي أريد أن أسلط عليه الضوء وهو القول مثلا بأن مدونة الأحوال الشخصية وقانون المرأة والأسرة قد نال من الاهتمام السياسي ومن الاهتمام ربما نظام الدولة، فالمرأة نالت حظوظا ونالت مكتسبات حتى أحيانا أدت إلى غيرة الرجل منها في بعض المستحقات، ولكن صدقني تلك المستحقات حبر على ورق، هي لم تطبق على أرض الواقع. دعني أقول لكن هناك كوطة في الانتخابات، هناك نظام الكوطة فيما يتعلق نعم أنا معك لا يعني دخول إنجازات كثيرة لا يعني دخول المرأة للانتخابات أنها حققت مكتسبات على الصعيد السياسي، لا يعني هذا. أنا أحيانا أقول أن المرأة يؤتى بها تحديدا في اللعبة السياسية الانتخابية من أجل تمثيل صورة وهمية على أن المرأة حققت هذا الحق، ولكنها في الحقيقة لم تنله بعد. ألا ترى معي أخي فقط أن المرأة فيما يتعلق بالولاية بالخلافة وصولا إلى الحكم أو الرئاسة، المرأة أعتقد أنها لا زالت تجابه عنصرية في هذا المجال، وذلك طبعا اعتمادا على النص الديني، يعاد إلى النص الديني على أنه مرجعية إذا حكمتم أموركم نساؤكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، ويستدل بهذا الحديث كقاعدة شرعية في الإسناد. دعني أقول لك أن هذا الحديث تم تفكيكه على يد الكثير من النسويات، وبينا عملية التواطؤ في سلسلة الإسناد. احنا لما نعمل على نص لازم نرجع لأنه نص صحيح، نأخذ النص يعني بسلسلة الإسناد الصحيح. لما عدت إلى سلسلة رواية هذا الحديث الذي يستدل به كقاعدة في إقصاء المرأة من الحكم مثلا، أجد أن راوي هذا الحديث شخص تتوفر فيه 3 صفات من أفظع ومن أقذع الصفات التي تتوفر في البشر. من هذا عبد الرحمن ابن أبي بكرة الذي نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أمام المسلمين أني سمعت رسول الله يقول كذا وكذا وكذا، روى الحديث عن رسول الله بعد 24 سنة من وفاته. هل يعقل هذا؟ إذا كنت راويا للحديث وسمعت النص من فم الرسول شخصيا. المسألة تطرح يعني الكثير من الإشكالات نعم، لأنه حتى فيما يتعلق يعني حتى الاشياء المرتبطه بالعرف، عرف اهل قريش يعني في فتره حتى هناك من يتطرف المساله حتى في الغاء السنه والاستئناس بها باعتبارها قصصا وباعتبارها وموضوع يعني موضوع الاحاديث موضوع هو موضوع يعني مفخخ وملغم ويطرح الكثير من الاشكاليات، وقد يقول لك قائل بانك لست مختصه في انت اختصاصك تحليل الخطاب الادبي، فما الذي قادك الى التسلل الى الحديث الذي له علاقه بالخطاب الديني؟ نعم والله سؤال ايضا رائع بصراحه. انا لا اصادر حريه الاسئله، لكل حقه في السؤال. أنت سألتني ما علاقتي وأنا أدرس أو مختصة في أستاذة في الدراسات الأدبية وتحليل الخطاب. تحليل الخطاب هو باب موسع ومفتوح، أشتغل فيه أو تحت باب تحليل الخطاب السياسي، تحليل الخطاب الاجتماعي، تحليل الخطاب الفكري، تحليل الخطاب الفني، فأنا أشتغل في كل هذه الخطابات. لماذا الخطاب الديني؟ ربما بحكم تكويني أيضا الأسري، فأنا ابنة إمام وأحفظ القرآن الكريم، ولدي من التكوين الديني ما يخولني كي أخوض في هذه المسألة، وأنا واثقة أنني سأصل بالفعل إلى تحقيق شيء في هذه المسألة. فقط يعني قبل مسألة هامة جدا، وأنا أنقب في التاريخ الإسلامي الذي أقصى المرأة، أبحث عن مرحلة زمنية معينة. نادرا في مؤلفات التاريخ الإسلامي ما أجد باحثا أو عالما سلط عليها الضوء، وهي الفترة التي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وجود أصحاب الكتب السنة الخمس المعروفون: البخاري، مسلم، ابن ماجه، النسائي، والترمذي. تعرف كم سنة بين وفاة النبي وبين وجود هذه المدونات السنية؟ كم؟ 183 سنة، لا غبار عليها في كتب
التاريخ الإسلامي. وأتحدى أي باحث يقول أنه كاين كلام حول هذه المرحلة التاريخية التي أعتقد في نظري أنه تم إخفاؤها عمدا. لماذا؟ لأنها هي المرحلة الأقرب إلى عصر رسول الله، عندما كان الإسلام حيا، عندما كان الإسلام ليس إيديولوجيا ولا ذكوريا ولا سياسيا، عندما كانت المرأة شقيقة الرجل بالفعل في واقع الحياة. عندما كانت المرأة شقيقة الرجل بالفعل. على هذه الكلمات نختم للأسف يعني الحديث شيق حول هذا الموضوع، ولكن وقت البرنامج انتهى. أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا، شكرا على دعوتكم. هذا الاستفاضة في موضوع شائك وموضوع مهم وثري. الشكر شكرا موصولا أخي أستاذة نادية، والشكر موصول إلى متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية في كل مكان، وإلى قضايا جديدة ومسميات جديدة. تقبلوا تحياتي.